تصريح للفنانة رانيا يوسف من أيام عن الموضوع ده، تعالوا نقراه ونسمع تعليقاتكم. عارف تمام. رانيا يوسف بتقول إن الرجل المصري لا يهتم بنظافته عكس اللبناني. طيب نسأل أليسار الأول، إيه رأيك في الموضوع ده؟ ده حقيقي؟ يعني أنا عامة مثل ما عم شوف إنه المصريين كتير نضاف، ويعني ليه عم تظلموا الرجل المصري؟ برافو. بالعكس انه هيدا سامع يا ظلم. تامر اللي أليسار بتقوله؟ سامع. بشهادة أليسار اهو. سامع. صح؟ سامع وعجبتني جدا جدا وبشكرها طبعا على طب الكلمة هتغير بقى المحترمة الحملة دي. بتاعتك؟ لا طبعا مش هغير، ده انا هزعل جدا من رانيا يوسف وهقول لها لازم تراجعي كلامك. وهو ده الفرق لما انا مذيع مصري واكلم المصريين واقول لهم تعالوا يا جماعه نبقى هندمنا كويس ومظهرنا كويس ونهتم بنظافتنا ونهتم بشكلنا، ده كلام بيننا وبين بعض. هنا ما ينفعش ادخل مقارنه بين شعوب، هنا بقى انا بخش في الاهانه. ما ينفعش اقول الراجل اللبناني الطف من الراجل المصري، الراجل اللبناني انضف من الراجل المصري، عيب. وحتى اعتقد اللبنانيين ما يعملوا. وأنت يا إبراهيم؟ هي زي ما هي شايفه كده. طب هي بتستحمى اصلا؟ بس يعني عيب قوي صح، يعني دي اهانه للشعب المصري والرجاله المصريين، لان ما ينفعش تتقال عليها كده، لان احنا اكبر من كده بكتير قوي.